يسعد أوقاتكم يا صبايا، وأهلا وسهلا فيكم في قناتي يوميات فتاة. خلونا نبدأ الفيديو بالصلاة على رسول الله. بهذا الفيديو رح شارك معكم يومي المتواضع، وبعتبره مميز بالنسبة إلي. صارت فيه شوية شغلات وشوية أحلام، وحبيت شاركها معكم. وهلأ أنا طلعت من البيت، عندي مشوار مهم كتير. تابعوني للأخير، وبتمنى من كل صبية عم تشوفني هلأ تحطلي لايك وكومنت حلو مثلها، وما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليوصلكم إشعار فيديوهاتي الجاية بإذن الله. وربي يسعد قلبكم ويحقق اللي ببالكم يا رب. أكيد رح تقولولي ليش هي متلبكة؟ فعلا أنا هيك لأنه بصراحة مالي متعودة أحكي ورا الكاميرا. بس إن شاء الله بدعمكم إلي بتعود. ومثل مو شايفين حبايب قلبي، هلأ أنا بسوق الحميدية، واللي بيعرف الحميدية بيعرف محل الآلات الموسيقية. من زمان كتير ولهلأ وقت بمر جنب هالمحل بتأمل الآلات الموسيقية، الجيتار والكمان بحبهم كتير بصراحة، وبحلم يصير عندي جيتار، واليوم الحلم تحقق. هلأ رح يطلعلي حدا يقلي حرام العزف وحرام الموسيقى. أنا بصراحة قريت وشفت كتير شيوخ عم يفتوها، وأكترهم قال إذا للترفيه والتسلية بين الأهل، يعني ضمن البيت، فما في مشكلة والله أعلم. فاليوم الحمد لله رح أجيب الجيتار. إلي فترة بصمد بصراحة من شغلي، والحمد والشكر لله إنه رح يتحقق حلمين بدل الحلم. الحلم التاني بحكي لكم عنه إن شاء الله، بس بعدين إذا شفت تفاعل بهالفيديو بحكي عنه إن شاء الله. وعلى فكرة أنا من محبين الخشبيات، يعني هيك شغلات للصمد، زينة، كتير حلوين. هي الجامع الأمون. صار لي فترة منيحة ما نزلت عالشام وتمشيت هيك بالحميدية والشوارع القديمة. عن جد راحة نفسية وتغيير جو. ايه والله. ايه وهلأ شو بدي احكي؟ يعني انا ما بعرف شو احكي بصراحة، لهيك بفضل احط موسيقى على اكتر فيديوهاتي اذا لاحظتوا اللي بيتابعوني. فما عندي مواضيع احكيها، يعني اذا بتساعدوني بكون ممنونتكم من قلبي. احكولي بالتعليقات شغلات نحكيها سوا، ندردشها، واسألوني شو ما بدكن، وأكيد أنا رح رد على تعليقاتكن الحلوة. رجعت أتلبك. هون كان الوقت قبل أذان الظهر بشوي، والدنيا شوب كتير كتير. وهون وصلنا للطريق الحلو اللي منحبه، اللي فيه شغلات بتنغنش القلب. يم. ايه والله، وتضيفت قطعة مارشميلو، يعني عن جد طعمتها غير كتير، بتدوب بتسم وبتدوب القلب كمان. ايه الحلم التاني اللي قلت ما رح احكيه على اساس انا تحمست كتير. فلهيك رح خبركن عنه خلاص. اللي هو انه صار عندي موبايل جديد. الموبايل القديم كتير كان يعل قلبي والله، وجد تعبت كتير لحتى جمعت وقدرت بدله. ان شاء الله يا رب عقبالكم يا بنات. ايه وهلأ ما في مبروك. طبعا هون اخواتي كمان مبسوطين معي. خليلي اياهم ويخليلكن احباب قلبكم يا رب. حبيت جرب كاميرا الموبايل الجديد، الحمد لله كتير انبسطت فيها. وعقبالكن يا رب يا بنات تتحدثوا. بالمناسبة هدول اخواتي. وهي الجيتار
شاء الله تحبوه مثل ما أنا حبيت. إذا رح تسألوني بتعرفي تعزفي رح أقلكم صراحة لا، بس مستقبلا إن شاء الله ممكن يعني إني سجل دورة لأتعلم، إنه شغلات بسيطة، المهم إنه شي أتسلى فيه يعني بالبيت وأستعمله. ايه يا بنات، اليوم رح نعمل رز ومرقة خضار. ما بعرف اذا بتعملوها انتو او شو بتقولولها. يعني هي عبارة عن رز بالشعيرية وجنبها مرقة خضار. الخضار بنحط لها بطاطا، جزر، بازيلا، ومع مرقة حمرا. ما بعرف اذا في ناس بتضيف بقى يعني خضار غير هيك، نحنا هيك بنعملها بصراحة. هلا انا صولت الرز ونقعته، حطيت له شوية ملح، بعدها فرمت بصلة وقطعت البطاطا جهزتها، وهي اللحمة وهي البازيلا كانت بالفريزر. هلا نحنا ما عنا جزر لهيك ما حطيت جزر. وهيك بتكون خلصت طبخة اليوم، وبيكون خلص فيديو اليوم. بتمنى ينال إعجابكم. ما تنسوا تدعموني وتشتركوا بالقناة صبايا وتشاركوا الرابط مع رفقاتكم. بشوفكن بفيديو جديد، ولوقتها تضلوا بخير.